تخيل معايا لو في حباية سحرية، حباية تقدر تديك تركيز كبير وتحفزك وتزود طاقتك لأعلى مستوى، حباية ما تخليش حد يقدر يقف قصادك وتحول أحلامك كلها لحقيقة. بس بتفوق من أحلامك على الحقيقة المرة وتكتشف الحباية مستحيل تكون حقيقة. بترجع لحياتك المملة ونومك الكتير وإنتاجيتك القليلة. الوقت بيعدي بسرعة وكل حاجة حواليك بتتغير وإنت لسه واقف مكانك. بيسيطر عليك إحساس إنك متأخر عن الكل ومحققتش أي حاجة من أحلامك اللي كان المفروض تحققها دلوقتي. بتفضل تقول لنفسك بكرة هيبقى مختلف عن النهاردة، بس عمرك ما بتتغير. بس تخيل لو قلتلك إنك تقدر تحقق كل أحلام، مش عن طريق حباية سحرية طبعا، بس عن طريق نظام مدروس كويس وأي حد يقدر ينفذه بسهولة. لو شفت الفيديو ده للآخر والتزمت بكل الخطوات اللي أقولك عليها لمدة شهر واحد بس، أنا متأكد إن حياتك كلها هتتغير للأفضل. علشان كده جاهز تحقق أحلامك؟ من سنتين فاتوا لقيت نفسي على طول ما عنديش طاقة لأي حاجة، وعلى طول مكتئب ومش بعمل أي حاجة مفيدة في يوم. اللي عندي ما سمعت جملة بسيطة غيرت حياتي تماما: انت تقدر تتحكم في مستوى طاقتك. جوه كل واحد فينا شخص عايز يفضل نايم طول اليوم وياكل أكل مش مفيد وما بيعملش أي حاجة مفيدة في يوم. بس برضه جوه كل واحد فينا شخص عنده استعداد يقف قصاد العالم كله. للأسف كمجتمع بنفضل مستنيين الشغف اللي غيرنا من حالة لحالة تانية خالص، بس الشغف مؤقت. الحاجة اللي نقدر نتحكم فيها بجد هي طاقتنا. تخيل معايا إنك مشحون ببطارية، وكل ما شحن البطارية قل ده معناه إن إنتاجيتك هتقل ومش هتقدر تركز في أي حاجة. فلو طاقتك 0% ده معناه إنك مش قادر لأي حاجة، ولو طاقتك 100% ده معناه إنك هتفضل فايق ومركز طول اليوم. فيا ترى طاقتك قد إيه دلوقتي؟ معلش، عايزك تاخدني على قد عالي وتعمل اللي هقولك عليه دلوقتي. قوم اقف وحرك جسمك لمدة 10 ثواني وبعدين سقف. لا بجد، اعمل كده، استناك. لو فعلا عملت كده انا متأكد ان طاقتك زادت. اللي عايز اقوله انك مش مضطر تقبل بطاقتك القليلة اللي تخليك مش قادر تعمل اي حاجة. انت تقدر ترفع مستوى طاقتك وقت ما تحب، لانك مش هتقدر تذاكر ولا تفضل فايق طول اليوم لو طاقتك قليلة. علشان كده هقولك على خطوات بسيطة تقدر تزود بيها طاقتك. رقم 1، ممكن تلعب ضغط او تتدرب لمدة 60 ثانية او تعمل اي حاجة تحرك جسمك وتزود سرعة ضربات قلبك. رقم 2، اسمع الاغنية اللي بتحبها وبتحمسك وتحرك في الأوضة وانت بتسمعها. رقم 3، ممكن تتخيل جون الفوز اللي سجله لاعبك المفضل في نهائي كاس العالم وتحتفل بيه كأنه لسه مسجله دلوقتي. وطبعا في طرق تانية كتير خاصة بيك تقدر تستعملها بنفسك. المهم دلوقتي انك تكتب ليست ب5 حاجات على الاقل بتحمسك وتزود طاقتك وقت ما تحس انك تعبان وما عندكش طاقة لأي حاجة. وده معناه انك وقت ما تحس ان طاقتك قليلة تقدر في اي وقت تعمل اي حاجة من الليست اللي كتبتها علشان تزود طاقتك وتفضل فايق طول اليوم. وبعد ما خلصنا اول خطوة نيجي للخطوة التانية، التركيز. اهم حاجة في الخطوة دي انك تدخل نفسك في حالة من التركيز التام وتبعد عن اي حاجة بتشتتك او بتأثر على تركيزك. والخبر المهم هنا انك تقدر تدخل نفسك في الحالة دي بسهولة. كل اللي عليك انك تمشي ورا الخطوات اللي اقولك عليها. رقم 1، اسمع الموسيقى اللي بتحبها، بس موسيقى من غير كلمات. الطريقة دي عظيمة للتركيز وفي نفس الوقت بتديك احساس انك بتشتغل على حاجة مهمة ممكن تغير بيها العالم. بالنسبة لي انا بحب موسيقى هانز زيمر، بس تقدر تختار الموسيقى اللي بتحبها. اهم حاجة ما تكونش بتأثر على تركيزك. رقم 2، نظام البومودورو. النظام ده يعتبر المفتاح الرئيسي لإنتاجيتك، وهو عبارة عن انك تقسم شغلك لتاسكات صغيرة وتشتغل عليها لمدة 25 دقيقة متواصلين وتاخد 5 دقايق راحة، وتكرر الكلام ده 4 مرات. انا عارف ان النظام غريب شوية بس نتيجته عظيمة، وفي برامج كتير ليه على التليفون. المهم انك تلتزم بال25 دقيقة على تاسك واحد بس، وال5 دقايق راحة علشان ما تتعبش من الشغل. تقدر في الوقت ده تعمل حاجة من قائمة الطاقة اللي عملتها، زي مثلا تعمل فنجان قهوة. وميزته انه بيقسم لك التاسكات الكبيرة لتاسكات صغيرة، وده بيخليك متحمس اكتر للشغل وتعرف ترتب الافكار في دماغك. نيجي بقى الرقم 3، اقتل كل حاجة بتضيع وقت. كلنا عندنا حاجات بتضيع وقتنا وبتأثر على إنتاجيتنا وبتخرجك من حالة التركيز اللي بتوصل لها. والدراسات أثبتت إن في حاجة اسمها attention residue، واللي بتقول إنك حتى لو مسكت التليفون لدقيقة واحدة بس وشفت الإشعارات اللي جاتلك، لما ترجع لشغلك في جزء من تركيزك بيفضل متعلق بالإشعارات اللي شفتها، واللي طبعا بتأثر على إنتاجيتك. الحل إنك تقفل التليفون وقت شغلك وتنزل إضافة في المتصفح اللي بتستخدمه علشان تقفل كل المواقع اللي بتضيع وقت، وقول لكل اللي حواليك محدش يحاول يزعجك في الوقت اللي بتذاكر فيه.
ولو في أي حاجة تانية بتأثر على تركيزك دور على طريقة تقضي بيها عليها، وأنا متأكد لو عملت كده هتدخل في الحالة اللي تخليك مركز طول ما انت شغال. نيجي بقى للخطوة التالتة، الهدف. ودي ممكن تكون أهم خطوة في كل الخطوات اللي قلناها، وزي ما وعدتك في بداية الفيديو إن أغير حياتك تغيير جذري، فإحنا محتاجين أهم وآخر خطوة. بس الأول لازم تسأل نفسك سؤال مهم، إيه اللي أنت عايز تحققه؟ إيه هو هدفك في الحياة؟ هل عايز تتقن مهارة معينة؟ عايز تشتغل في شركة بتحلم بيها؟ عايز تجمع مبلغ معين؟ ممكن يكون أي حاجة طالما ده هدفك وعايز تحققه مهما حصل. لأن أنت لو ما عندكش هدف في الحياة فمفيش سبب يخليك تصحى كل يوم بدري ولا تتعب نفسك في الشغل. علشان كده هقولك على السر اللي أغلب الناس مش عارفينه. أنت محتاج تربط هدفك بسبب عاطفي يأثر فيك ويحركك. خلينا مثلا نقول إن هدفك تجمع $1,000,000، هدف عظيم مفيش مشكلة، بس اسأل نفسك سؤال أعمق من كده، أنت ليه عايز تجمع $1,000,000؟ ممكن علشان تعيش أهلك الحياة اللي يستحقوها بعد كل التعب اللي مروا بيه، أو ممكن تكون عايز ما تقلقش من الفلوس تاني، يبقى عندك الحرية إنك تعمل اللي أنت عايزه في الوقت اللي أنت عايزه، ومع ذلك الفلوس تبقى آخر حاجة تفكر فيها، أو ما تضطرش تفضل شغال طول حياتك في وظيفة مش بتحبها، لأن السبب ده هو اللي هيخليك تصحى كل يوم بدري، هو اللي هيخليك مستمر في اللي بتعمله لما شغفك ينتهي، هو اللي هيخليك مستمر في شغلك لما كل حاجة تقف قصادك. ما تخليش يوم يعدي في حياتك من غير ما تفكر في هدفك واللي عايز تحققه، لأن ده هو اللي هيخليك تصحى كل يوم بدري وهيديك دفعة قوية علشان تقدر تكمل. بس طبعا علشان توصل لهدفك محتاجين نظام يميزك عن الباقي، علشان كده لازم أعرفك على مبدأ باريتو، واللي بينص على إن 80% من نتائجك بتيجي من 20% من أفعالك. لو أنت فعلا عايز تحقق هدفك لازم تهتم بالحاجات المهمة اللي هتساعدك وتلغي الباقي. على سبيل المثال، لو أنت عايز تجمع فلوس كتير، إيه 20% من العادات اللي بتعملها في يومك اللي هتوصلك للهدف ده؟ إنك تفضل قاعد بالساعات على السوشيال ميديا، ولا تتعب أكتر في شغلك علشان تطور أكتر من نفسك؟ لو لقيت حاجات بتعملها مش بتحركك بسرعة لهدفك لازم تتخلص منها بسرعة. بص لعاداتك اليومية وركز بس على العادات اللي هتوصلك لهدفك والغي الباقي. وبكده نبقى خلصنا الخطوات اللي هتوصلك لهدفك. اعمل ليست للطاقة، اعمل ليست للتركيز، واملى يومك بالعادات اللي بتحركك أسرع لهدفك. أنا عارف إنك ممكن تكون متلخبط وشايف إنك عارف كل اللي قلته، أنت معك حق، أنت تقدر تنفذ كل اللي قلتلك عليه ببساطة، بس مش معنى إن الموضوع بسيط إنه سهل، بالعكس أنت محتاج تضحي بحاجات كتير في حياتك. علشان تبقى ناجح وغني وقوي ومؤثر في الناس لازم تضحي بحياتك القديمة، من نومك الكتير، أكلك اللي مش صحي، وقعدتك كل يوم مع صحابك، وخروجاتك اللي ما بتخلصش. علشان كده السؤال المهم هنا، هل مستعد تضحي بحياتك القديمة علشان توصل لهدفك؟ لو ما عندكش القدرة دي عادي، مش لازم تتعب في حياتك علشان تعيش سعيد، بس لو فعلا عندك حلم كبير فاعمل اللي هقولك عليه حالا. هات ورقة فاضية وارسم 30 مربع، المربعات دي هتمثل الشهر الجاي من حياتك. في أول الورقة اكتب هدفك اللي عايز تحققه، وعلى الشمال اكتب قائمة الطاقة بتاعتك، وعلى اليمين اكتب قائمة التركيز، وحط الورقة دي في مكان يخليك تشوفها كل يوم قدامك. وفي الشهر الجاي من حياتك هتبتدي تلتزم بكل الخطوات اللي قلناها. أول ما تحس إن طاقتك قليلة اعمل حاجة من قائمة الطاقة، ولما تبدأ تذاكر اعمل اللي في قائمة التركيز. وطبعا ما تنساش تشوف ايه الحاجات المهمة وتديها الأولوية في يومك علشان توصل لهدفك، وكل يوم تنفذ فيه الخطوات دي ارسم اكس في المربع، واليوم اللي مش يلتزم فيه بالخطوات سيب المربع فاضي وحاول تعوضه في يوم تاني. ولو التزمت بالشهر ده ونفذت كل الخطوات اللي قلناها هتتحول لعادة في يومك من غير ما تاخد بالك، ومفيش يوم هيعدي غير لما يقربك أكتر لهدفك. وأخيرا وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو فأنا متأكد إن باقي الفيديوهات في القناة هتعجبك. أشوفك في فيديو جديد. أنا محمد سلامة، سلام.